والقدس جزء من العقيدة. لذا تصريحات رئيس الجمهورية أو السلطة أو الأحزاب أو الشخصيات الوطنية الوازنة تتكلم على الملف تاع فلسطين على أساس نحن جزء من القضية، جزء من القضية. وقالها يعني حتى رئيس الجمهورية اللي يمثل الجزائر اليوم اللي هو رئيس الجمهورية قال باللي احنا استقلالنا ناقص بدون فلسطين. هي نسيت كل هذه المواقف بسبب القرار 28/03. وبالتالي اليوم هذه الكلام، ولكن تعرف نفس الحجج هذه تستعمل أيضا للقول بأننا كنا ننتظر من الجزائر موقف لا، هذا الناس اللي قالوا هذا الكلام عندهم تداعيات أخرى، يعني عندهم أبعاد أخرى. لما يقول لك احنا ماناش فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، بداية لفتح واحد الحوار، واحد النقاش، فتح باب يعني ماناش فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، ومن بعد نفتحوا باب، ومن بعد نصيبوا مور الباب بداية تطبيع، ومن بعد نصيبوا كذا، ومن بعد القضية الفلسطينية والقدس جزء من العقيدة. طيب. وما نتراجعوش عليه حتى ويتراجعوا عليه الفلسطينيين. من يتخوفون أنها الجزائر والتطبيع. ما رأيك سيد جمال بن عبد السلام؟ ولن احنا رئيس الجمهورية ونحن في كل رؤساء الجمهورية الجزائرية وآخرها يعني سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعني كان واضح وصريح في هذا الموضوع، يعني كما نقولوا باللاءات بلات تاع التوكيد وتاع النهي وتاع النفي وتاع كذا يعني. وبالتالي والجزائريين بأحزابهم وسلطتهم إلى حد الآن هذا مشروع ماهوش مطروح ولا أعتقد أنه يطرح، ولا أعتقد أنه تحت أي ظرف كان، حتى ولو كان نفس الذي كنت تستعمله قبل قليل، السياسة فن الممكن والتوازنات والرهانات شوف خلينا نهضروا قد أنا أشرت لك ربما إلى نقطة قبيلة ربما مرت يعني بدون كذا. احنا في القمة العربية في بيروت اتفقت الدول العربية كلها المبادرة العربية في إطار مبادرة الأمير عبد الله آنذاك الذي أصبح ملك المملكة العربية السعودية على مقايضة ما يسمى الأرض بالسلام، دولة فلسطينية في حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة في 67 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، مقابل تطبيع العلاقات، ما يعني أن تصبح دولة الكيان الصهيوني دولة قائمة في المنطقة العربية. هذه كل الدول العربية وافقت عليها في قمة بيروت، بما فيها الجزائر والعراق في زمن صدام حسين، وسوريا في زمن حافظ الأسد، واليمن في زمن علي عبد الله صالح، وليبيا في زمن معمر القذافي. في هذا المشروع يمكن للجزائر أن تسير يعني قيام دولة فلسطينية في إطار الاتفاقية العربية يعني. لكن لحد الآن العدو الصهيوني رافض أن يمنح للفلسطينيين لا 22% لا 2 مترات تاع غزة صح. ولا أي مكان آخر ولا القدس، بمعنى ما دام تعنت الكيان الصهيوني يرفض رفض كامل. معناتها كل قرارات مجلس الأمن هذه حبر على ورق، يعني نضيع في الوقت في نقاش حولها فقط التحامل على الجزائر هو الذي أثار علامة الاستفهام، وكأنها أول مرة يصدر قرار عن مجلس الأمن ضد القضية الفلسطينية ولا ضد العرب والمسلمين. بلا نقرأ وانا جاي ليك يديروا بالذكاء الاصطناعي، هم يديروا لك، يديروا صوتك، يديروا تصريح يخرجوا واحد البيان، ومن بعد كي بحثت انا في الاخر نلقاه من جيراننا من المخزن، من دخلوا على خط هذوك صح. على ماهوش على بن جامع، يتكلموا على بوقدهم، بان بوقدهم دار حوار وقال أن التطبيع مع إسرائيل قال ممكن يعني وثبت أن هذا تلفيق. أنا وش حبيت نقول أخويا قدم على أطرافنا الداخلية، هذه حملة تستهدف الجزائر، من بينها النقطة التي أشرت إليها، قضية الإيقاع بين الجزائر وفصائل المقاومة. صح. الجزائر دافعت عن فصائل المقاومة دفاعا قويا من ضمن يعني في إطار الحق الفلسطيني، وفحقوا في المقاومة والدفاع عن النفس،
وأطراف المقاومة الفلسطينية لم تقل كلمة سوء في الجزائر لحد الآن. انتقدوا قرار مجلس الأمن. صحيح. وأدعو أيضا الأطراف الداخلية الجزائرية لا تنتقدوا بلدكم فقد قدمت أكثر مما تطيق. انتقدوا قرار مجلس الأمن غير عادل، غير منصف، غير نعم، لكن الجزائر بذلت ما عليها وأكثر، ولو استطاعت أن تعمل أكثر مما حققته لعملت. طيب نذهب إلى فاصل الآن. كلمة في لأنه بسرعة في الفاصل فقط اعتراف الجزائر من عدمه مع أو بالتطبيع إذا صح التعبير مرتبط، وهذا قاله رئيس الجمهورية، بإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ما دام لم يحدث هذا ولن يحدث مع هؤلاء الصهاينة، فالأمور تبقى كما لهذا قضية وقضية كما قلت منذ قليل، قضية لن أكون فلسطيني، وهذا بطبيعة الحال تصريح رئيس الجمهورية بعبارة أخرى يصب اللوم على الفلسطينيين أنفسهم الذين في بعض الأحيان في سلوكاتهم قد تخاذلوا على، وهذا هو الأساس، يعني اللوم عليهم وليس على الجملة هذه مرتبطة بالوضع الداخلي يعني. ثم النقطة الموالية، لماذا نتكلم على تداعيات ما يحدث اليوم على أرض فلسطين بعد قرار 28/03؟ ما زال الكيان الصهيوني يقتل وهذا ما يقع منذ، والمقاومة لم تتوقف. هنالك عملية استشهادية ونتنياهو يذهب إلى سوريا ويدخل سوريا كما يشاء ويبيد غزة ويعيد قصف جنوب لبنان. يعني هو يقوم بكل شيء، والعرب يتطحنون حول قرار 28/03 وحول الجزائر وبالجامعة. الجزائر انها صوتت، هذا هو الاساس، هذا هو يعني المشكل. اللوم على الجزائر في الوقت اللي يعني الامور. انا تصورت ان نحن درنا، نحن من طبع ونحن من فاوض على السلام الابراهيمي، ونحن من خان القضيه الفلسطينيه. لا ونحن من فتحنا المطارات والموانئ لسفن وطائرات صغيره. ربما بالك نسينا جماعه، بالك نسينا باللي احنا طبعنا. اذهب الى فاصل ونعود الى البرنامج.